مراكش هي إحدى أهم المدن في المغرب، وتعتبر وجهة سياحية عالمية بسبب تراثها الثقافي والتاريخي الغني. تأسست المدينة في عام 1070 ميلادي على يد المرابطين، وكانت عاصمة لهم، ثم أصبحت مركزاً مهماً في عهد السلالات المتعاقبة كالموحدين والسعديين. أهم معالم مدينة مراكش: جامع الكتبية، من أشهر معالم مراكش، يتميز بميزانته العالية التي تعتبر نموذجاً للهندسة الإسلامية. ساحة جامع الفنة، قلب مراكش النابض بالحياة، حيث يتجمع الناس للاستمتاع بعروض الفرق الموسيقية والحكواتيين وفناني الشارع. قصر الباهية، قصر تاريخي يعكس روعة العمارة المغربية التقليدية. حدائق ماجوريل، حديقة نباتية تتميز بتنوع النباتات والأشجار، وتضم متحفاً للفن الإسلامي. مدرسة بن يوسف، واحدة من أقدم المدارس الدينية في مراكش، والتي تعكس روعة الفن المعماري الأندلسي. الاقتصاد: مراكش تعتمد بشكل رئيسي على السياحة، حيث يزورها ملايين السياح سنوياً. كما تشتهر بصناعة الحرف اليدوية مثل الفخار، السجاد، والجلود. الثقافة: تعتبر مراكش مركزاً ثقافياً مهماً في المغرب، حيث تستضيف مهرجانات دولية مثل مهرجان مراكش الدولي للفيلم. المدينة تتميز أيضاً بأسواقها الشعبية، الأسواق التقليدية التي تعرض منتجات محلية وتعد مكاناً جذاباً للسياح. المناخ: مراكش تتميز بمناخ شبه صحراوي، حيث يكون الجو حاراً في الصيف ودافئاً في الشتاء مع برودة في الليل.